من اكتر الموتوسيكلات اللي دايما بتبقى مطلوبه في السوق المصري الموتوسيكل اللي يكون شكله حلو شويه وفي نفس الوقت عملي ينفع للشغل، موفر في استهلاك البنزين، قطع غير موجوده، في ضمان، سعره في الكاش كويس. والنهارده هنتكلم عن موتوسيكل يعتبر جامع بين المواصفات دي كلها، وهو الاباتشي ار تي ار 160 سي سي 2 صباب. الموتوسيكل ده كنا عملنا عليه مراجعه قبل كده، ولكن نزل بتحديثات جديده من شركه تي في اس، فعلشان كده هنعمل عليه مراجعه مره ثانيه ونراجعه كده مع بعض ونشوف ايه الدنيا فيه، سعره عامل كام، القلبه بتاعته، هندور الموتوسيكل ونسمع صوته، الاعداد الجديد اللي فيه، وشويه الحاجات الجميله بتاعت الموتوسيكل، بالذات اللون الجديد. فبكل بساطه انا معاذ سعد، دي قناه موتور، ويلا بينا نخش في ريفيو على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اول حاجه نبدا بيها حاجه في الموتور هنا عجبتني قوي في موتور 160. شايف المواسير الصغيره دي؟ المواسير دي جايه من الموتور من تحت مع دواره الموتوسيكل في الاول خالص بترفع الزيت بسرعه لفوق، لان الموتوسيكلات كلها بلا استثناء الزيت بيتاخر شويه على ما يطلع في البستم من هنا، فدي حاجه بتخلي البستم يسلخ منك بسرعه او اللي هو يسرب زيت بسرعه. فده من الحاجات اللي بتخلي الموتور ده من المواتير المعمره. زي ما احنا شايفين كده في جلب هنا بين الريش وبعضها علشان يقلل الاهتزازات. الموتور ده يا سيدي 160 سي سي على 2 صباب مش 4. ايه الفرق يا معاذ؟ الفرق ان الاربعه صباب بيديك عزم احسن، بيديك استجابه للسرعه اقوى، وبيخلي الموتوسيكل حامي معاك على الطريق. هنا 2 صباب بس، يعني استهلاك بنزين اقل وكاتيجوري، يعني الموتوسيكل ده فيها اقل شويه من الاربعه صباب اللي هو اخوه الكبير ال 160 سي سي. حاجه موجود هنا في الموتوسيكل ده كربيراتير، موتوسيكل على كاتينا، الموتور بتاعه ناعم جدا وهندوره مع بعض، هسمعك صوته ناعم بطريقه رهيبه. فتعال ناخد الموتوسيكل من قدام لورا الاول، وبعد كده لما نيجي عند العداد والكلام ده كله نتكلم عليه. قبل ما نخش على الفرده اللي قدام، الموتور ده بقى 17 حصان بدلا من 16 حصان، يعني فرق اقوى شويه. الحصان ده مش هيفرق فرق كبير، لو انت راكب اللي فات وركبت ده مش هتحس ان الفرق جامد، ولكن يعني الشركه بتحسن. طيب نيجي لقدام، الموتوسيكل هنا نازل بفرده اماميه عرضها كده 90، والجنط نفسه 17، اسطوانه اماميه رياضيه، ماستر فرامل باكم. موتوسيكل نازل مساعدين اماميه عدله. ده الفانوس الجديد، ما فيهوش حاجه خارجيه ظاهره جديده، ولكن الجديد فيه، تعال بقى ندور الموتوسيكل بالمره علشان هو لازم يدور علشان نشوف الاضاءه. نسمع صوت الموتوسيكل. انا هنزل بالمايك عند الموتور. ما شاء الله الموتور صوته هادي جدا، التزويده بتاعته طبعا زي ما احنا شايفين الشكمان بتاعه مكتوم قوي، مش بيطلع صوت عالي قوي، فده حاجه هنديه بقى، نفس الكونسيبت بتاعت المواتير الهنديه. صوته هادي جدا. بص بقى على الفانوس بتاعه، اخيرا تقريبا لاول مره ينزل في مصر فانوس هندي اضاءه ليد. عايز اقول لك الفانوس هنا في من جوه اللوجو بتاع تي في اس مكتوب ليوتيك، ممكن تكون دي الشركه المصنعه للفانوس، ممكن يكون مثلا شركه لوحدها بتصنع الفانوس لوحدها، انا ما اعرفش الصراحه، ولكن ده كده الفانوس الليد شكله جميل. ومع فكره بقى ايه، ان الموتوسيكل بتاع شغل ومسطره في القعده بتاعته، ولكن شكله رياضي شويه مع الفانوس العريض ده. الرفرف اللي قدام هنا، انا عايز اقول لكم ان لون الشامبين ده لون جديد كليا من تي في اس، مدي شكل للموتوسيكل بريميوم جدا. يعني ممكن نبص كده على اللون الاحمر ده من الالوان الكويسه برده، ولكن الشامبين مودي الصراحه الموتوسيكل في حته ثانيه خالص. تعال بقى نجرب القعده بتاعه الموتوسيكل كده. ندي الغيار الاول، اتحرك، مفيش حاجه اقولها، يعني هو بس رجلي كده على الارض. ده كده قعدتي على الموتوسيكل، انا طولي 178 سم، قاعد مرتاح على الارض، ممكن يستحمل اطول من اول 173 تقريبا، ان هو رجلي مرتاحه على الارض، يعني مش بطرف رجلي وكده، فالقعده كويسه. قاعد قاعده مسطره، الموتوسيكل نفسه حاسس ان هو حته واحده، مفيش القصه بتاعت القعده الرياضيه، ودي بتبقى الفكره بتاعت الموتوسيكلات دي زي البجاج بلسر 180. تعالى كده نبص على الجزء ده من الموتوسيكل. ده العداد الجديد ديجيتال بالكامل. نبص كده هنلاقي الار بي ام فوق خالص في العداد، نزود بنزين، ودي السرعه بتاعت الموتوسيكل، الساعه، الكيلومترات، في علامه بلوتوث هنا الصراحه لسه ما خدتش بالي دي بتاعت ايه بالظبط، ودي التفويله بتاعت التانك. ده القبق بتاع الموتوسيكل، الجادون قطعه لوحدها يمين وقطعه لوحدها شمال، وعندك هنا اللوجو بتاع تي في اس. تعال نفتح التانك كده. التانك الغطا كله بيطلع حته واحده. طبعا الموتوسيكل هنا نازل بالاجنحه الاماميه دي، ما عندك لوجو تي في اس، الصراحه من اللوجوهات الواحد بيحب يشوفها، يعني شكلها رياضي وجميل. طبعا الموتوسيكل هنا نازل منافيل عشان لو اي حد عطل كهرباء يقدر يدور الموتوسيكل.
عندك جارد هنا امامي لو وقعت ولا حاجه لا قدر الله يحمي معاك الموتوسيكل. عايزك بقى تبص على الحاجات دي وخلي بالك بقى، دي من الحاجات اللي بتفرق يعتبر بين الموتوسيكل الهندي بشكل عام وبين الموتوسيكلات الصيني اللي بتنزل بفئه سعريه اقل شويه ولكن تحس ان هو مدي امكانيات اكتر. طب ليه؟ عندك المثلث ده مثلا معدن والكواليتي فيه عاليه قوي، عندك المسامير، الدواسات، الفرامل، الحاجات دي بتبقى كواليتي عاليه قوي بحيث ان هي تستحمل معاك الخبطات، تعيش معاك عمر طويل جدا من غير ما يحصل لها اي حاجه. برده المثلث الخلفي هنا نفس الكلام معدن، ونبص كده على المساعد الخلفي، مساعد خلفي غاز في مستويات تقدر تتحكم في الارتفاع بتاعه. ده الجنب برده الخامات كويسه. يا جماعه بصوا الهندي مش اكتر حاجه هتديك فيتشرز كتيره، مش هتديك يعني هم مؤخرا نزلوا ليدات بس مش هيديك ليدات جامده، مش هيديك اوبشن عالي قوي، ولكن هتاخد كواليتي عاليه. وكمان الموتوسيكل ده عليه ضمان 30000 كيلو او سنتين. نيجي بقى للجزء الخلفي في الموتوسيكل، عندك هنا الديل الخلفي ده كده نازل بشكل رياضي بيكمل معانا الاجنحه اللي قدام دي ونازل كده في اللون الاصفر ده. ونبص بقى على الفرامل، الفرامل هنا نازل موتوسيكل بفرامل سلك عاديه جدا. الفرده الخلفيه في الموتوسيكل هنا عرضها 120 على جنط 17. ده طقم الجار الخلفي المقص بتاع الموتوسيكل. عندك شبكه جانبيه هنا في الشمال، كنت اتمنى الصراحه ان يبقى في دواسه اللي هي بنقول عليها الدواسه الحريمي، عشان ما اعرف الموتوسيكل ده بيبقى عائلي اكتر، واحد شغال موظف او شغال بالموتوسيكل بيحب ياخد اسرته وراه ولا اي حاجه، الناس تركب وراه وتحط رجلها هنا. ولكن غالبا دي حاجه انت ممكن تعدلها مع الوقت، بتبقى سهله في التعديل بشكل عام. عندنا هنا برده ده عصايه الغيارات، عصايه الغيارات سهل قوي في التبديل من الغيار والتاني، جربتها الصراحه قبل كده فكويسه معانا. طيب بشكل عام الموتوسيكل ده سعره عامل كام؟ دي صحيح الاشارات بتاعت الموتوسيكل اضاءه هالوجين، مش عارف ليه عملوا الفانوس ليد والاضاءه بتاعته هالوجين، هي عموما شكلها كويس، الاشاره كده كبيره وحجمها ماشي مع فكره ان الفانوس حجمه كبير وكده. الموتوسيكل ده النهارده سعره 71950 جنيه كقيمه مقابل سعر الصراحه كويس. انت هتركب كواليتي كويسه، هيمشي معاك على الطريق على سرعه 110 100 ممتاز قوي. انت كده كده مش جايب موتوسيكل ده علشان تطير بيه، لا انت جايب حاجه شكلها رياضي في نفس الوقت تشتغل بيه، تروح بيه مشاويرك اليوميه، موفر في استهلاك البنزين بشكل كبير، عليه ضمان 30000 كيلو، وعموما بقى متوفر عندنا في موتور جراج. رايك برده في شكل الموتوسيكل وسعره وقيمه مقابل سعره ولا لا؟ ده هيفرق معايا كتير قوي عشان الواحد بيبني افكار مع الوقت من ارائكم معانا في التعليقات. انا معاذ سعد، دي قناه موتور، اشوفكم في فيديو جديد، السلام عليكم.